السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة جايبة لكم وصفة شعبية لذيذة من المطبخ المصري. طريقة عمل الكرشة بالصلصة. الكرشة من الأكلات اللي ليها جمهورها، وكتير من الناس بتخاف تعملها لأنها بتحتاج شوية شغل وتنظيف صح. في الفيديو ده هنعرف مع بعض كل خطوة من أول التنظيف لحد ما تبقى طرية وطعمها يجنن. تابعوا الفيديو لحد الآخر عشان تعرفوا كل أسرار الوصفة وتطلع معاكم أحلى كرشة. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم وندخل على الوصفة بتاعتنا. أول حاجة لما نيجي نشتري الكرشة لازم تكون طازة، ما تكونش لونها غامق، لازم تكون لونها أبيض وملمسها مش لزج، ما فيهاش لزوجة كده. وبتبعدي طبعا عن الكرشة الغامقة اللي فيها بقع سودا، دي بتكون مش متنضفة كويس وهتتعبك في التنظيف. فلازم تشتري اللي هي كلها بيضة وتكون جامدة معاكي، ما تكونش طرية او فيها لزوجة كده، بتبقى بايتة، بتبقى بايظة، وتشمي ريحتها برضو، تشوفي الريحة بتاعتها مرتاحة لها ماشي، مش مرتاحة لها بلاشها ودوري عند واحد كويس. بتجيبي الكرشة كده، هيكون فيها دهون من الظهر، بتشيلي جميع الدهون اللي بتبقى في الكرشة دي خالص. طبعا انا جايباها متنضفة، هي نص تنظيفة مش قوي برضو يعني. بعد كده بجيب بولة فاضية وانقع الكرشة فيها، بس تكون المية بتاعتنا سخنة. انا كنت غالية مية وسبتها لحد ما هديت شوية كده، وبعد كده نزلت الكرشة فيها وحطيت حوالي ربع كوباية من الخل وعصير ليمونتين اتنين وسبتها لمدة 10 دقايق. وبعد كده بقى ببدأ انضفها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، هتبقى سهلة معاكي خالص. ده بيساعد ان الدهون تسيح، وبيساعد كمان ان القشر السوداء اللي بتبقى في الظهر ديت لو انت جايباها مش نضيفة بتطلع معاكي على طول زي ما انتوا شايفينها كده. هنضفها بقى كده واطلع كل القشور اللي فيها، واي حاجه شوائب فيها من الظهر من الوش بتشيليها، متحاوليش بقى تخلي فيها اي حاجه خالص عشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره. كده تمام. اخدها بقى اشطفها شطفه كويسه، وبعد كده نعمل لها محلول النقع. ومحلول النقع ده عباره عن ميه بنزل فيها حوالي ربع كوبايه كده من الخل، واجيب ليمونتين اتنين واعصرهم برضو بالشكل ده كده. كده تمام. هنزل كمان بمعلقه كبيره من السكر، وهنزل كمان بمعلقتين اتنين كبار من الملح، ملح خشن او ملح ناعم، وهقلبهم. بعد كده هنزل برضو بمعلقتين اتنين كبار من الدقيق. هنقلب بقى الخلطة بتاعتنا كويس، وكده المحلول بتاعنا بقى جاهز، ونسى اي ريحة زفارة بعد المحلول ده. كده قلبناه وبوشنا الدقيق فيها كويس، وبعد كده هننزل بقى بالكرشة بتاعتنا في قلب المحلول بالشكل ده كده، وهنسيبها لمدة اقل حاجة ربع ساعة، ربع ساعة نص ساعة، عشان نتخلص من اي ريحة زفارة في الكرشة. كده تمام. هسيبها نص ساعة، وبعد كده هرجع اشطفها شطفة كويسة عشان نقطعها بقى قطع صغيرة. كده تمام. شطفتها تحت الحنفية شطفة كويسة، وبعد كده قطعتها قطع بقى صغيرة زي ما انتوا شايفين، او حسب بقى القطعية اللي انت عايزة تقطعها. في قطع عايزة تقطعها اصغر من كده قطعيها، عايزة تقطعها كبيرة زي كده قطعها حسب ما انت عاوزة. كده تمام. هنجيب بقى الحلة بتاعتنا على النار، وهنسخن الحلة بتاعتنا، وهنزل بقى بالكرشة بتاعتنا كده من غير اي حاجة خالص. هقلبها في الحلة، وبعد كده هغطيها اسيبها تنزل المية بتاعتها، وهقول لكم هنعمل ايه. كده سبتها لحد ما غليت في الحلة كده ونزلت المية بتاعتها. هناخد بقى الكرشة بتاعتنا ديت ونرمي المية بتاعتها اللي فيها دي خالص، ونشطفها شطفة كويسة برضو تحت الحنفية. غسلت الحلة بتاعتي، وبعد كده حطيتها على البوتاجاز، وجبنا بقى الكرشة بتاعتنا بعد ما صفينا المية بتاعتها رميناها وشطفناها برضو شطفة كويسة تحت الحنفية. هنزل بقى بمعلقة سمنة كبيرة، وهقلب الكرشة بمعلقة الزبدة بتاعتنا ديت او سمنة. ده كده معايا راس توم، معايا قرن فلفل كبير، هفرمهم واقول لكم هنعمل بها ايه دلوقتي. المهم حطينا الزبدة على الكرشة وقلبناها لحد ما الزبدة ساحت وشوحناها فيها شوية، وبعد كده هنكون بقى محضرين بصلة كبيرة بتقطعيها مكعبات صغيرة، وهنشوح بقى البصلة مع الكرشة. انا محبش طبعا احمر البصلة، هنشوح بس البصلة مع الكرشة شوية كده. ومعايا راس توم متوسطة، انا طبعا معايا 2 كيلو من الكرشة، معايا راس توم كده متوسطة قشرتها، وحطيت على قرن فلفل ومعلقة كمون كبيرة، طبعا دي اسمها كمونية.
حطيت بقى معلقة تومة على البصلة والكرشة كده، معلقة واحدة بس كبيرة، وسبت الباقي هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. كده قلبناها كده مع معلقة التومة لحد بس ما نشم ريحة التوم. هنزل بقى بالطماطم بتاعتنا. دي حوالي كيلو وربع من الطماطم، انا عاملة 2 كيلو كرشة، حطيت كيلو وربع من الطماطم. تضربيها وتصفيها وتحطيها، بس انا طبعا انا مخزنة الطماطم بتاعتي. واستنيت بقى لحد ما الطماطم بتاعتنا فكت كده ودخلت بقى في مرحلة التسوية. اول ما الطماطم تفك معاكي كده يعني تبدأ في مرحلة التسبيكة، حطي معلقة صغيرة من السكر. السكر هيساعدك انها تستوي على طول، وكمان هيمنع حموضة الطماطم. وهنزل بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهتقلبيها وتسيبيها بقى لحد ما تستوي معاكي. ولو احتاجت مية معاكي حطي لها لحد ما تستوي معاكي خالص. كده تمام. هغطيها بقى واسيبها لحد ما تستوي. كده خلاص استوت معايا. هنزل بقى ببقية التومة اللي انا ضربتها. خدت معلقة في الاول والباقي بحطه بقى في الاخر. وشمي بقى الريحة، والله هتاكلي احلى كرشة. عايزه اقول لكم ريحتها مفحفحه الدنيا، بسم الله ما شاء الله. كده بقى دخلت في مرحله التسويه خلاص، بس حسيت انها جامده برضو شويه. لو احتاجت ميه بتزوديها وتسيبيها بقى لحد ما تستوي معاكي. وكده خلاص الكرشه بتاعتنا استوت خالص. زودتها بقى الملح وزودتها التومه بتاعتنا في الاخر خالص، وسبتها لحد ما استوت معانا خالص. وبقت الكرشه كده جاهزه للاكل. جربوا الطريقه ديت ان شاء الله هتعجبكم. طريقه حلوه جدا، مستحيل تشم ريحه زفاره. طريقه نظيفه جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.